اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات الشفت الاوروبي من شفت كوره. والحلقه النهارده هنتكلم فيها بالشفت الممتاز واللي حصل في الدوري الانجليزي. ممكن برضه نتكلم على اللي حصل مع ريال مدريد وبرشلونه شويه ليجا كده على خفيف. فبس تعالوا برضه نلم شويه الاحداث اللي بتحصل في الدوري الانجليزي. الدوري الانجليزي الدنيا والعه خالص، الدنيا في ليفربول شيطه. الدنيا شيطه بعد تصريحات صلاح الاخيره بعد ما قعد على الدكه للمره الثالثه على التوالي مع يورجن كلوب. مع فين ايام يورجن كلوب لما فين قعدوا أيام يورجن مره كلوب؟ جه نزلوا بعديها. انا فاكر الماتش ده كان حتى ليفربول لابسه طقم ابيض كده، اوكي، وكان جاي نازل متضايق قوي من كلوب وبتاع عشان قعدوا ماتش واحد. وبدات من هنا بقى يعني المشاكل اللي بينه وبين كلوب. اوكي، اللي هو يقول لليفربول اللي هو انا عارف انت التصريحات اللي صراحه اخر سنه اللي هو اصل انا احتمال امشي ويودع الناس وينزل بوست ان هو بيودع الانفيلد. بس المره دي شكلها مش حد حركه. مجدد يعني. المره دي شكلها مش حركه، واضح ان في مشاكل كتيره قوي ما بينه وما بين ارني سلوت. هو الفكره هو طبعا في مشاكل بينه وارني سلوت، هو الاثنين بيلعبوا مع بعض شطرنج. ارني سلوت عايز يلبس حد من الاخر يعني يحاسب على المشاريب، فانا هلبس صلاح. ما هو صلاح طبعا طلع فجر الدنيا، قال ان هو بيحطه قدام الاتوبيس، يعني قالها حرفيا كده. ودي اول مره برضو صلاح في ليفربول. بقاله قد ايه كده في ليفربول؟ صلاح من 2016 يعني بقاله داخل في تقريباً. 10 سنين او اكتر 16 داخل في 10 سنين. فلاول مره يخرج عن صمته بالشكل ده. هو واضح ان هو خلاص جاب اخره وبيقول لك ان هو مش متاكد ايه اللي هيحصل بعد الافكون اللي هي كاس الامم الافريقيه. مش ده يعني اخر التطورات اللي بتحصل في ليفربول؟ طب هم الفتره الاخيره ايه سبب برضو ان هم اهو فعلا ابتدوا يكسبوا؟ هل دي صدفه يعني هو حتى اخر ماتش تعادلوا مع ليدز 3-3. مم. هو بيحاولوا يلعبوا في الشامبيونز ليج عشان اللعيبه لو عايزه تكسب شامبيونز ليج كبطوله. بس يعني قلنا برضو من بعد ماتش ريال مدريد ليفربول هيقوموا بتاع. نخش بقى على الجانرز اللي كانوا مولعين الموسم في اوله، وشكل الفيل ابتدى يقع على الشجره زي ما بنقول. تقل على الشجره وبدا يكسر فرع الشجره. بقول لك ايه، هو ايه استون فيلا وقعتهم وبقى فارق نقطتين؟ تفتكر جوارديولا بعد كل ده ممكن يجيبها؟ يوناي امري يعني هو مستنى ماتشات ارسنال، هو من ساعه ما هم مشوه بالطريقه دي وهو جازز عليهم. ما بيستنى الماتش ده يلعب قصادهم، كان فرحان قوي. والفكره ان اصلا استون فيلا جايه من بعيد قوي. يعني انا فاكر استون فيلا في اول الدوري قعدت كتير لما مهاجم عندها يجيب جون. اوكي، يعني كان في احصائيه كده مش فاكر باين اول 3 ماتشات باين ما عندهاش مهاجم جاب جون. واتكنز نايم اصلا الموسم ده. جدا جدا، مش عارف بقى هيعمل ايه في كاس العالم وكده. بس استون فيلا يعني هم كانوا مش هقول كانوا احسن 100%، بس هم كانوا اشرس. عارف اللي هو فريق عايز ياخد السكند بول على طول وضغط الارسنال. وهو الجون الثاني بيعبر عن الجزازان اللي امري نقلوا اللعيبه. كرة حنكشه، كرة من بتوع فيفا جوه ال 18 وتخبيط، وعارف اللي هو اضرب يا اضرب يا هو حرفيا هم جوه ال 18 لحد ما لعيبه استون فيلا اللي هو طب والله العظيم لا نجيبها جول. الواد بنديه جابها عافيه. هو جت من هنا والحكم صفر اصلا. بصراحه انا حاسس ان ارسنال الموسم ده لو فعلا ما عملوهاش، لا بجد المشروع كله كفايه بقى نقفل بقى شركه المقاولات دي خلاص بقى. يعني هم لازم الموسم ده يعملوا حاجه، مفيش قدامهم اي اوبشن. لازم الدوري لازم الدوري. ولو في تشامبيونز ليج برضو مش بطال، بس صعبه شويه. هو بص هو كده يعني بقى اكيد ان صعب ان هو يلعب على جبهتين. هو لازم يركز في حاجه، لان ارسنال عندها مشكله كبيره. يعني هو حل كل المشاكل الموجوده، منظومه الدفاع تمام، نص الملعب بقى قوي وفي حلول كتيره، لعيبه بتدافع ولعيبه بتهاجم ولعيبه بتقدم لك الحل الفردي تمام. وينجاتي عندي كذا وينج حتى لو مش توب كلاس. عندي مهاجم اسمه عنده مهاجم حتى لو لسه جيوكريش مش احسن حاجه. المشكله بقى في كل دول ان مفيش لعيب او يعني فردتين ثلاثه كده. عارف اللي هو فاكر لما ليفربول جه مع كلوب حط في كل مركز لعيب اللي هو يبقى يعني قوام الفرقه فيه واحد توب كلاس. فان دايك مش عارف صلاح. فاهم هم ناقصهم واحد. ساكا بيحاول يعمل كده. عندك ساكا، هو ساكا يعني بيحاول ياخد الاتيتيود ده، بس هو برضو واقف في حته ان هو عندك ايزي برضو فاهم. يعني اللعيبه دي مجتهده وبتجيب اجوان، بس مش اللي هو ماتش زي النهار زي بتاع استون فيلا ده اللي هو بص يا جدعان مش الدنيا معرقبه ومفيش حاجه ماشيه معانا. طب بص انا هلطش واحده، طب بص انا هعدي من الوينج وارزع واحده. طب ما عندوش الاتيتيود بتاع نجم الفريق. هات الكوره بس هات الكوره وانا هخلص لكم الماتش ده. هو ارسنال ناقصها اللعيب ده اللي كانوا على امل جيوكيرس ان هو يبقى كده وقاعد دكه دلوقتي واتصاب وبتاع. هو مورينو بقول لك مشتعل.
هو على فكره يعني بيلعب مش في مركزه، واسبانيا ساعات بيلعبوه اللي هو مش عارف اسميها ايه، فولس ناين بقى ولا ايه، وبيجيب اجوان. هو طلع المانيا اصلا، جاب هيد وطلع المانيا في اليورو، جامد على فكره. هو شغال في دي كويس يعني. نخش بقى على السيتي وجنون جوارديولا اللي بيتسحب كده واحده واحده، ماشي على طراطيف صوابعه، محدش حاسس بيه كده ناحيه الصداره كده. مع ان هالاند على فكره مش متالق ومش بيلعب يعني بمستواه ومش بيجيب اجوان، بس ومكابتنه في الفانتزي. ده شغل فانتزي، الناس كلها راحت تشتريه، فخلاص بقى هيخيش. جايبه من بدري يا عم، وخايس بقاله حبه بصراحه، بفكر امشيه. بس هو السيتي جوارديولا لا عامل تحس ان هو ايه، ما حدش حاسس بيه كده. انا ما اعرفش هو ازاي مره واحده بقى الثاني يعني، وفرق نقطتين دلوقتي. هو خلاص هو كده في ظهر ارسنال، والسيناريو اللي بيتكرر بقاله 10 سنين ان ارسنال كل ما يضغط عليه سامع رقبك بتخبط وبتاع، فكالعاده يبتدي بقى يضيع نقط، والحنفيه بقى تبقى عايزه لها جلده، ويركز بقى في بطولتين ويتلخبط وبتاع يعني حاسس ان السيتي مش هو هتضايق قوي بصراحه لو حصل نفس السيناريو بتاع كل سنه. هو كمان السيتي انا حاسس ان في ماتش هيبقى فارق معاه جدا، وده اللي ممكن ينقله الموسم بتاعه، ان هو لسه هيلاعب الريال في الشامبيونز ليج، والريال مش احسن حاجه، بس احنا عارفين ان الريال وريال الابطال، واللي بيكسب الريال في الابطال بياخد دفعه بوش جامده جدا. فانا حاسس السيتي لو دخل داس على الريال ده هتفرق معاه في الموسم قوي. هنتكلم عن الريال لسه، ونخش بقى على جاره الناحيه الثانيه، جاره الاحمر مانشستر ريد، مانشستر يونايتد، واداء متذبذب، ما تفهمش هم ادائهم كويس ولا ادائهم وحش. هو اموريم يعني فوت بصراحه فرصتين، ان هو فرصتين ورا بعض ان هو يبقى ينقل نفسه بعيد عن العركه دي، عارف انت اللي هو في ناس عاملين يرموا كراسي على بعض وبتاع، هو يتسحب وماتشاته حلوه. أيوه. ويروح للتوب 4، بس هو فوتها ونزل لل 12 دلوقتي، المركز ال 12. الفكره ان هو في الماتشات اللي هو اتغلبها دي او ضيع فيها نقط، كريستال بالاس كسب كريستال بالاس يعني انت الرابع او اللي هو المفاجاه بتاعت السيزون تكسبه، ومتعادل مع توتنهام، ومتعادل مع ومتغلب من ايفرتون وهو ناقص، ومتعادل مع اخر ماتش حتى كان ويست هام. يعني الماتش المفروض ال3 بونت دول تقعد تجمعهم. يعني انا دايما بحس مانشستر يونايتد دايما هم عندهم نفس المشكله دي، ان هم ما عندهمش ثبات على الاداء، دايما تحس ان هو مره واحده كده يفوق، وزي برونو اول ما جه برده فاقوا كده مره واحده، بعد كده ناموا تاني واتبطوا. ما تفهمش برده الموسم ده يعني في مركز ال 12 حاجه طبعا ما تسرش جدا. ده كريستال بالاس اللي كسبوهم دلوقتي يعني في المركز الرابع. يعني انت عندك سكواد يعني قليل مش هتعرف تتصرف فيه. عندك نتكلم بصراحه الكواليتي بتاعت لعيبه مانشستر برضو مش اللي هي، بس ليه ما عندك صفقات كويسه كتير. هو لولا ده دي خليته يشم نفسه شويه، ان هو معاه كونيا ومعاه مبويمو متالق جدا وبتاع، وبرونو يعني شام نفسه شويه. ماسيسكو بعيد شويه الفتره الاخرانيه، حاسه مدرب بصراحه ما دخلش في هو اصل الفكره المدرب انا بحس ان هم متاثرين بيه نفسيا، ان هو ايه، تخيل انا مثلا اقعد اشحنك نفسي وبيعرف يعني لما تشوف الانترفيو بيقول كلام كبير قوي وبتاع، فتحس ان هو مثلا اللعيبه دي هتنزل تاكل الملعب اول اوت تتحسب على مانشستر يونايتد، اموريم قاعد كده وبتاع، فتلاقي الناس كلها بقى اللعيبه كلها. يعني انا لما الاقي المدرب بتاعي بعد اول 5 دقائق ساب التاتش لاين وراح رجع قعد وحط ايده على خده كده. هو برتغالي صح؟ بحسه عنده اتيتيود المدرب المصري، هو نفس الفكره والله. بحسه بيحب الهمبكه. في مصر بيجيب مدربين برتغاليين كتير. لا هو فعلا متاثر، هو متاثر نفسيا يعني، هي باينه على وشه. يعني بص يعني كان عامل ازاي في سبورتنج، ودلوقتي شكل وشه عامل ازاي. اي مدرب بيجي يونايتد بيحصل فيه كده، يعني متفقين على الموضوع. يعني ده هي خلت كريستيانو شبه يبطل كوره، فمش عايزها تخلي اموريم كريستيانو فعلا يعني. كفايه كده كلام قوي عن الشيفت الممتاز بريمير ليج، ونخش بقى على لا ليجا وريال مدريد وبرشلونه عمالين ينافسوا كده ويضربوا، ده يديله وقفه وده يديله وقفه، ما تفهمش مين هياخد الدوري الموسم ده. بس اللي حصل مع ريال مدريد في الجوله الاخيره في جدل تحكيمي كبير يعني جدا. ده فجر. شايف ان هو ده اتظلم فعلا؟ أيوة يعني انت مثلا ماشي في واحد تعبان في دماغه زي جارسيا، ماشي خد الانذار الثاني وطلع. انت كاريرس بيكلم الحكم، ماشي يا سيدي، بيعترض ان هو يا سيدي اللي هو يا لسه هلعب الفاول من هناك، يعني فاول في ارض ريال مدريد في الجزء اللي هو ناحيه ال 18 بتاعت مدريد، هو حط الكره قدام سنه، مصر انه يرجعها. يا سيدي ماشي الكره من مكانها، رجعها وهو بيقول له يا عم يعني مش لازم وبتاع، راح اداله انذار. ما تعرفش هو قال له ايه برضه؟ راح بعد كده ما هو اكيد يعني بقى شتم والدته بافظع الالفاظ بقى، فراح طلع الاصفر الثاني على طول. اصل هو اداله اصفر فاصفر، يعني هو ما استناش. انا بصراحه ضدك شويه في الموضوع ده. انا شايف ان لعيبه الريال كان باين ان هم داخلين اللي هو انا لابس تيشرت ريال مدريد،
فانا هقول اي بس حاجه. الحكم كان وحش قوي بصراحه، الحكم كان وحش قوي. هو كان هو تحس ان هو شخصنها في الاخر عشان اكون صريح برضو، بس هو برضو اللعيبه داخله باتيتيود اللي هو انت بقى فاهم، انت خلاص النهارده عمال يعطل اليوم النهارده عليك يعني. يعني. هو كده اصلا ريال مدريد لعيبه متنشنه، في مشاكل مع الونسو عايز هو بين نارين، ازاي يرضي بيريز بالنتائج لان بيريز ما بيصبرش على حد، وازاي انه يلاعب الناس كلها. يعني خلاص صح. يا جماعه خلاص كفايه اردا جولر وبيلينجهام في نفس الوقت، يا اما ما يبقوش قدام، لازم واحد منهم يرجع، واللي المفروض يرجع بيلي. هو جه على حساب اردا جولر عشان خاطر بيلينجهام، قعدوا شويه وبقى ينزلوا، بس كل ما بيلعبهم سوا هو محتاج يلعبهم سوا، ان هم عندهم الحل. انت مين هتدي له الكوره في نص ملعب ريال مدريد صح. يعمل حل في الناحيه اللي قدام يحرك اللعب، غير امبابي بقى قدام خالص يخلص. فهو واحد منهم هو اللي عنده اللمسه اللي هيخلص، او الكي باس او الاسيست كده. بيلينجهام انا شايف ان هو يا مدافع، مش شرط ان هو يبقى ديفندر، مش لازم يبقى 6 بس يرجع شويه. اما نص ملعب مع الاثنين بيعملوا نفس الادوار مش هيستحمل، وانت عايز تقلب ال4 ل3 وتطلع الباك، واصلا عندك خط الدفاع كله بقى كله اصابات. انت اضطريت تلعب بفتوح اللي هو كاريراس تحطه سنتر باك، والله مأدي الولد. فيا عم ده في فضايح. كان في ماتش اسمه ايه ده، لعب الماتش اللي فات برضو لعب اسمه ايه ده اللي هو راموس لايت ده، اسينسيو لعبوا باك رايت، هو وقع على وشه الماتش اللي فات وبتاع. الواد ده دايما على فكره بيعمل لكم مصايب كتيره يعني. ما هو مش بيلعب في مكانه وحتى لما بيلعب في مكانه الولد على فكره مش كويس. الولد اخد هايب كده شويه، عارف زي مين؟ كوبارسي. بس كوبارسي احسن شويه. كوبارسي احسن. لا كوبارسي السنه اللي فاتت تقلته بصراحه، يعني لما لعب في الاوفسايد تراب مع هانز فليك تقلته. هو بصراحه انا شايف ان مشاكل اللوكر روم بدات تطبع في الملعب مع ريال مدريد، وقريب اللعيبه هتزمزق اكتر وتبتدي بقى ايه يعني. كان في الاول بنقول فيني، دلوقتي هتلاقي بقى اللعيبه اللي ما بتلعبش في اماكنها وبتلعب في ادوار مش بتاعتها، واللعيبه اللي بتقعد. يعني انت عندك كان كامافينجا كويس الفتره اللي فاتت، رحت مقعده، طب ما ده هيزمزق. واحد زي بقى مين تاني اللي هو بيلينجهام، طب انا ليه دافع؟ طب ما انت ليه بتلعب اردا جولر قدام؟ فاهمني صح. فهو اللعيبه بقى فيه فرديه. انا شايف الوحيد اللي مركز في اللعيبه دي كلها هو مبابي بصراحه. مرعب. كفايه كده كلام قوي عن الريال، ونخش بقى على البارسا. برشلونه دلوقتي متصدر الدوري ب 40 نقطه، فرق 4 نقط على الريال. هدايا الريال. وخلي بالك فيا ريال ممكن يطلع الثاني لو فوق الريال، فرق ماتش لسه يعني. هو بصراحه الريال جاي يدي هدايا السنه دي يعني. فريق زي برشلونه كانت داخله يعني زي ما بيقولوا نفق اسود، ما السكواد ضيق واصابات كتيره، وهانز فليك شفناه بيعيط. فاكر كان في لقطه كده رافينيا مثبته كده وبيطبطب عليه، مالك يا حاج وبتاع. فالفريق مسحوم مشاكل فوق دماغ الفريق كله والجمهور وبتاع. برشلونه يا جماعه في ماتشات بتلعب مثلا 8 لعيبه في الملعب اسبان من اللمسيه، ومش من اللمسيه اللي هم بيدري وبتاع، لا لعيبه انت مش عارف مين دول. ايوه صح. فان ريال مدريد يديله الهدايا دي ويرجعوا ده مش رجعوا في الليجا من بعد الكلاسيكو لما قلنا خلاص بقى ريال هيركب الدوري، ده رجعوا المنافسه وكمان ركبوا الدوري اصلا. فلولا اللي عمله ريال مدريد بصراحه اجمد واجب مع برشلونه. يمين يامال ابتدى يرجع تاني للفورمه، هو كان لازم بعد ما يفركش كان لازم يفركش رجع للفورمه بتاعته. وعندك رافينيا كمان رجع، وعندك خلاص الناس ابتدت ترجع من الاصابات في برشلونه. فانا حاسس برشلونه ممكن يعملوا مفاجاه الموسم ده، مش بس في الدوري، حتى في الشامبيونز ليج. بدات النتائج اللي هي اتعودنا عليها السنه اللي فاتت من برشلونه، اللي هو الماتش المفتوح اللي فيه 5 تجوان و3 تجوان، لسه مدي اتلتيكو 3 ومدي ريال بيتيس 5، واخر كسبانين اخر 4-5 ماتشات برضو 3. واللي هو برشلونه اللي احنا شفناه السنه اللي فاتت، اللي هو ايه يجي في جون يحط 3 وبتاع. أيوة. فانا حاسس ان الفريق نفسيا رجع، بس برضو برشلونه السكواد ده قوي يعني، صعب ان هو ينافس في البطولتين، غير لو ريال بقى اداله هدايا كتير في الليجا. ايوه. فهو اضطر بقى ان ايه، طب شكرا يا ريال بقى انا هروح انافس في الشامبيونز ليج. برشلونه برضو الفتره الاخيره هي لو الاصابات رجعت كلها، انت عندك على فكره سكواد تقيل يعني. عندك في كل مركز، مش هقول لك يعني لاعبين بس، لا عندك لعيبه، واحد توب ولاعيب احتياطي اسباني كويس صغير كويس. يعني انت مثلا عندك ليفاندوفسكي، عندك فيرمين لوبيز، عندك رافينيا، عندك برضو ممكن في راشفورد كويس، وعندك راشفورد برضو ساعات بيلعب راس حربة. عندك برضو في نص الملعب عندك فيرمين لوبيز برضو، وعندك بيدري هو بيلعب بالدورين، وعندك اولمو، وعندك على اليمين برضو يمين يامال، وعندك مين مثلا، بص هو بيتصرف، بس يمين يامال الوحيد اللي تحس ما عندوش البديل بقى.
لان هو لا هو ليفل عالي برضه. بيلعب برافينيا، يعني لما تلاقي بقى ازمه رافينيا وراشفورد فبيتصرف يعني. وعندك في نص الملعب برضو يعني اكتر من واحد، دي يونج بقى بس وبيدري. اصاباتهم كتير جدا بقى كلهم. انت عندك الكواليتي بتاع دي يونج وبيدري مفيش زيه في الليجا او تقريبا يعني مش عايز اوفر اقول في العالم. ممكن يكون بيدري من احسن، ممكن بينافسوا بس فيتينيا، فمفيش كواليتي زي كده، فهو بيستثمرهم للاخر خالص. وعندك العيال اللي جاله صليبي والواد التاني ده برضو في اول الموسم انا ناسي اساميهم بصراحه. جابي، لا غير جابي كان في واد سي دي ام كده برضو جاله صليبي في اول الموسم، انا بصراحه ناسي اسمه. مش لازم هنجيبه، مش لازم بقى خلاص مش وقته. 1 2 3. عموما يعني السكواد كله لو اخد بعد عن الاصابات واخد فرصه ان هو يلعب كامل، دي انا ما شفتهاش بقالي كتير اصلا. لا السكواد هيبقى تقيل جدا وممكن يلعب على كذا اكتر من جبهه. برضه انا رايي ان زي ما قلت من شويه ان يبقى حظهم ان ريال يسيب الليجا وهم بقى ايه ربنا معاهم في الشامبيونز ليج بقى يعدوا سيمي فاينل. احنا نتابع قضيه اقليم كاتالونيا ونروح نلعب في الدوري الفرنسي تريح وعلى مهلكم تعرفوا توصلوا للشامبيونز ليج براحتكم. انا شايف كفايه كده كلام قوي في الشيفت الاوروبي، علشان عندنا حلقات بقى تانية هنصورها برضو، مفاجآت كده هتنزل لكم هتلاقوا بنفس الاوتفيت. ولو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك كومنت وسبسكرايب، جرس بقى جرس على طريقه رونالدو. يلا سلام عليكم.